قبل بدء الفيديو صلي على محمد صلى الله عليه وسلم. الرجاء الاشتراك والإعجاب بالفيديو لكي نصل إلى 1000 مشترك. عرض الإنجليزي جود بيلينغهام لاعب وسط ريال مدريد التضحية بنفسه من أجل مساعدة الملكي، وذكرت تقارير إسبانية قبل بداية التوقف الدولي الحالي فإن بيلينغهام يرغب في العودة للملاعب سريعاً مع أول مباراة عقب فترة التوقف الدولي، والتي ستجمع ريال مدريد بنظيره قادش ضمن الأسبوع 14 من الدوري الإسباني. ومع ذلك يرفض الملكي عودة نجمه الإنجليزي إلى الملاعب إلا بعد جاهزيته بنسبة 100%. ووفقاً لبرنامج الشرينجيتو الإسباني، فإن بيلينغهام بات أكثر إلحاحاً في طلبه للمشاركة ضد قادش بأي ثمن، لأنه يعتقد أن ريال مدريد يحتاج لجهوده بقوة عقب الإصابات الأخيرة. وخسر ريال مدريد في الأيام الماضية كل من إدواردو كامافينغا في خط الوسط وفينيسيوس جونيور بالهجوم بسبب الإصابة، ويعاني بيلينغهام من الإصابة بانزلاق في الكتف، لذا لم يشارك في آخر مباراتين مع ريال مدريد قبل التوقف الدولي الحالي. شكراً على المشاهدة. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة.